نجمنا النهارده أحد أهم وأبرز المواهب في تاريخ مصر، زامل صالح سليم وطارق سليم ومكاوي وعبد الجليل والدزوي، وهداف الأهلي في أول بطولة دوري، وصاحب أول هاتريك للأهلي في الدوري، وصاحب أول سوبر هاتريك في تاريخ الدوري، وصاحب أول هاتريك في شباك الزمالك. أكتر لاعب في جيله سجل في الزمالك عموما. تخيل معايا مين بقى؟ أنا مش هطول عليك، بس الأول ادعي معانا كده لإخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على مسرح الأحداث. اتولد محمد عطية الشهير بتوتو سنة 1926 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وزيه زي كل النجوم اللي اتكلمنا عليها قبل كده بدأ ممارسة كرة القدم من الشارع، وتحديدا شارع طه الحكيم بطنطا. القاعدة بتاعتنا اللي احنا بنقولها كل مرة ايه يا حبيب اخوك؟ علشان تبقى أسطورة لازم تبدأ لعب الكورة من الشارع. علشان يبدأ توتو ممارسة كرة القدم من بدري قوي، سنه في التوقيت ده كان 6 سنين بالظبط، لأنه كان بيحب الكورة جدا، وبدأ يلعب مع أصحابه في الشارع ويلعب دورات لحد ما اتشهر في طنطا كلها. وهنا بقى أنا جاي أقول لك قبل ما تسألني مين أطلق عليه لقب توتو. أصل اللقب ده يا صاحبي اتشهر بيه من وهو لسه طفل صغير، أصحابه يا سيدي هم اللي أطلقوا عليه اللقب ده، لأن كان سنه صغير وكان جسمه صغير ورفيع كده. واستمر توتو في لعب الكرة في الشارع لحد ما جاله كرم ربنا، لحد ما في يوم من الايام قرر توتو انه يخش نادي طنطا خلسة كده من غير ما حد يشوفه، وقرر انه يقف ورا الجون يتفرج على اللعيبة وهي بتتمرن، ويجمع الكرات ويرجعها للعيبة من تاني. وقتها بقى كان توتو عمره كام؟ 14 سنة بس. وهنا بقى جات له الفرصة انه يبين مهارته قدام اللعيبة والمدرب. فلما الكرة كانت بتطلع من لاعب خارج المرمى يقوم يستلمها توتو بحرفنة ويرجعها للاعب تاني، فتروح في كل مرة مظبوطة للاعب اللي رايحه له، فيستقبلها اللاعب وهو سعيد بدقة تمريرات الطفل الصغير اللي قدامه. ونيجي للحظة المنتظرة. في يوم غاب عدد من لاعبين طنطا وبقى فيه نقص في التقسيمة بتاعة التمرين، فهنا المدرب قرر انه ينزله يسد خانة يعني ويملى بيه الملعب مع اللعيبة. ومن اللحظة دي الكل اعجب بلعب توتو، ويقرر هنا نادي طنطا فورا انه يتعاقد معاه، وينضم توتو لنادي طنطا فعليا سنة 1940 علشان يلعب في ناشئين طنطا، وما يعديش 4 سنين غير وهو متصعد للفريق الاول علشان يلعب مع الفريق الاول من موسم 1944 ل 1947. ومن هنا ابتدى اسم توتو يعلى ونجمه يلمع. وفي سنة 1946 المباراة النهائية على بطولة الوجه البحري بين فريق سكة حديد طنطا ونادي طنطا. قبل الماتش ده سمع نجم الأهلي الكبير مختار التتش عن تألق توتو، فقام بعت له مين؟ شيخ الكشافين عبده البقال علشان يشوف توتو على الطبيعة ويصدر حكم على مستواه، وهل مستواه ده يأهله انه يلعب للأهلي ولا لا. وتوتو هنا ما يكدبش خبر ويلعب واحدة من أجمل مباريات. وفي نفس التوقيت نجم الزمالك جلال قريطم يطلب التعاقد مع توتو علشان ينضم ويبقى لاعب في الزمالك، ولكن عبده البقال كالعادة كان أسرع ومضى توتو أصلا علشان ينضم رسميا توتو للنادي الأهلي سنة 1948. سنة 1948 ما بتفكركش بحاجة؟ بالظبط أول بطولة دوري عام في تاريخ مصر، وأول موسم لتوتو مع الأهلي، واللي بدأ فيه توتو مشواره الحقيقي مع كرة القدم. والحقيقة إن توتو ما خدش أي وقت عشان يندمج مع فريق الأهلي، وكمان حجز مكانه الأساسي في تشكيلة الأهلي بسرعة. تشكيلة الأهلي اللي هي كانت في جيل من أفضل أجيال النادي الأهلي. توتو جاي على صالح سليم وأحمد مكاوي وحسين مدكور وفؤاد صدقي وعادل هيكل. طب يا عم عصام انت ما قلتلناش توتو كان مركزه ايه؟ يا عم ما انا جاي لك في الكلام وهقول لك، انت مستعجل ليه؟ كان بيلعب في الهجوم يا سيدي، وتحديدا جناح شمال واوقات جناح يمين ومهاجم 9 كمان. اصل توتو كان بيجيد اللعب بالقدمين بنفس الكفاءة، وبيجيد اللعب براسه بمنتهى الاتقان، يعني تقدر تقول مهاجم متكامل، وجمع بين السرعة والدهاء والتسديد القوي على المرمى من اي مكان. واصبحت الفانيلا رقم 10 اللي بيلبسها توتو
مصدر ازعاج لكل المدافعين، لدرجة ان هم اطلقوا عليه لقب القاطرة البشرية، علشان يبدأ توتو مشواره مع النادي الاهلي بانجاز كبير، لانه كان احد اسباب فوز النادي الاهلي باول بطولة دوري، علشان يسجل مع الاهلي في الموسم ده 11 هدف، علشان يبقى بيهم هداف الاهلي في اول بطولة دوري. في اول الحلقة قلت لك ان توتو صاحب اول هاتريك للاهلي في الدوري، بس اللي ما قلتلكش عليه انه كان في ماتش السكة الحديد في الاسبوع ال 18 من بطولة الدوري، الماتش اللي فاز فيه الاهلي 4-2. اما بقى لو هنتكلم عن الانجاز الاكبر والابرز لتوتو، هو تسجيله اول سوبر هاتريك في الدوري المصري في مرمى نادي الاولمبي السكندري. الكلام ده كان امتى بقى؟ كان يوم 7 اكتوبر 1949 في الاسبوع الاول من بطولة الدوري سنة 1949، واللي انتهت المباراة دي بفوز الاهلي بخماسية نظيفة، علشان يحتل توتو برضه صدارة هدافي النادي الاهلي للموسم الثاني على التوالي، بس المرة دي ب9 اهداف. وكان في الموسم ده هدف توتو في الترسانة من اغلى الاهداف اللي سجلها في تاريخه كله، لانه قاد بيه الاهلي للفوز على الشواكيش في المباراة الفاصلة اللي اهدت اللقب للاهلي للموسم الثاني على التوالي. توتو قعد لفترة كبيرة الهداف التاريخي لمباريات الديربي ما بين الاهلي والزمالك برصيد 7 اهداف، علشان يفضل الرقم باسمه لحد ما يجي ويكسره محمد ابو تريكة. ورغم انه سجل 7 اهداف في الزمالك، الى ان الهاتريك اكيد هو الاغلى لما سجل في مرمى علي بكر حارس الزمالك في الماتش اللي اتلعب يوم 26 مارس 1954. طب تعال احكي لك هتاف توتو صلى على النبي جه ازاي. كان في ماتش بين الاهلي والزمالك على ارض الزمالك. توتو في بداية اللقاء كان متألق جدا، علشان في بداية الماتش يشوط توتو الكورة ويصدها حارس مرمى الزمالك علي بكر، علشان يشوط توتو تاني قذيفة والمرة دي برضو يصدها علي بكر، علشان هنا حارس مرمى الزمالك يستفز توتو ويشاور له ويقول له مش هتعرف تحرز فيا اهداف. يقوم توتو يقول له انا قبلت التحدي وعناية يا حبيب اخوك، وبعدها يا صاحبي عينك ما تشوف الا النور، علشان يستقبل علي بكر 4 اهداف في شباكه، منهم 2 من توتو في الماتش اللي خلص لصالح الاهلي 4-0. في وقتها احتفل جمهور النادي الاهلي احتفال لا ينسى، وحملوا توتو على الاعناق من ملعب الزمالك لغاية مدخل النادي الاهلي بالجزيرة، وهم بيهتفوا هتافهم الشهير توتو صلى على النبي. توتو تألق مع الاهلي واصبح اسطورة اهلاوية على مدار 11 سنة من موسم 1948 ل 1959. في ال11 سنة دول توتو سجل مع الاهلي 91 هدف في الدوري والكاس، علشان يحتل بيهم لحد النهارده المركز السادس في الهدافين التاريخيين للنادي الاهلي، علشان في خلال ال11 سنه دول يحقق توتو مع النادي الاهلي 17 بطوله، 9 بطولات دوري على التوالي، و6 بطولات كاس مصر، و2 دوري منطقه القاهره. ومع المنتخب تألق توتو ايضا علشان يشارك مع منتخب مصر على مدار 10 سنين كامله. لعب مع المنتخب بطوله البحر المتوسط 1949 بإيطاليا، و1955 بفرنسا، ودورة الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وشارك في التصفيات الأولمبية بتشيلي وتصفيات كاس العالم بميلان، ووصفته الصحف الأوروبية بالقاطرة التي لا تهدأ عن هز الشباك، علشان يتعرف وقتها باسم بعبع اليونان، توتو اليوناني. تعال بقى اما احكي لك القصه. مصر كانت بتلعب دوره الصداقه في اليونان، وفي ماتش مصر واليونان تألق توتو بشكل ملفت علشان يسجل في اليونان هدفين. ومن شده اعجاب الجمهور اليوناني بمهارته وقوه تسديداته، قررت احد الاسر تسميه مولود ليها باسم توتو، ومن هنا جت كلمة توتو اليوناني. توتو قرر مغادرة الأهلي سنة 1959 علشان يرجع تاني على نادي طنطا في لقطة وفاء للنادي، مع بقاء قلبه وحبه متعلقا بالأهلي، علشان يلعب مع طنطا آخر مواسم عمره، علشان نوصل للحظة الحزينة في حياة أي لاعب، علشان يعتزل توتو كرة القدم سنة 1964، وبعدها يتولى تدريب نادي طنطا خلفا للمدرب النمساوي فريتز، وبعدها يسافر لدول الخليج علشان يشتغل مدرب هناك عدة سنوات، علشان يرجع بعديها ويمسك مستشار كرة القدم لنادي طنطا. وبسبب ظروفه الصحية
قرر توتو انه يترك العمل في كرة القدم وانه يقضي بقية حياته وسط اسرته. ونيجي هنا للحظة الحزينة في حياة توتو، علشان في شهر نوفمبر 2008 وبسبب أزمة قلبية يفارق توتو الحياة عن عمر يناهز 83 سنة، ويسدل الستار هنا عن واحد من أهم أساطير الكرة المصرية وأحد أهم رواكز الجيل الذهبي للأهلي في فترة الخمسينات، وينتهي نجم ساطع في سماء طنطا وتنطفي أنواره. وداعا يا أسطورتنا، وداعا يا توتو.